لعنة الله على ألمانيا، ولعنة الله على كل خنزير قاعد بألمانيا، قاعد على الجوب سنتر وعم يورجي الألمان وعم يورجي العالم إنه كل الشعب السوري ذليل، وكل الشعب السوري كندرة، وكل الشعب السوري حقه فرنجين، لأنه أمثالكم اللي قاعدين على الجوب سنتر ومخنزرين واللي ما عندهم إحساس ولا مشاعر ولا شرف ولا أخلاق، هن اللي عم يخلوا الألمان يتمادوا علينا وعلى السوريين ويركبونا وياخذوا فكرة إنه نحن صرامي بين رجلين لازم يلبسونا. شاب سوري عايش ببلغاريا 7 سنوات، 7 سنوات ببلغاريا، عنده محل ألبسة واحد، خلال 7 سنوات صار عنده 5 محلات ألبسة، 5 محلات ألبسة، يعني تاجر على مستوى عالي جدا، مقتدر ماليا، عنده مصاري، ماله محتاج حدا. مرته طبعا حلبية، مع احترامنا للنساء الحلبيات والشعب الحلبي والمحافظة حلب اللي أغلبها أشراف، واللي أغلبها عندهم شرف وعندهم نخوة وعندهم أخلاق، ولكن هي المرأة كان قصتها قصة مع هذا الزلمة بالتعاون مع الحكومة الألمانية والقانون الألماني. أهل مرته ساكنين بفرنسا، ضغطوا عليه ضغطوا عليه ضغطوا عليه، تعال 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 تعال. ليش؟ لأنه هو عنده مصاري، هو عنده مصاري، صار من أصحاب رؤوس الأموال، فأهل مرته لازم يجيبوا له عندهم منشان يصير هالمصاري هي معهم وتحت تصرفهم هن، لأنه هذا الزلمة أخذ بنتهم، لازم كل ثروته وكل تعبه وكل شقة يصير لبيت حماه ولمرته. فالزلمة بيحب مرته، الزلمة بيحب مرته طبعا، وكرمال مرته سافر على ايطاليا، قعد سنة، وبعد ايطاليا راح على فرنسا لعند بيت حماه، قعد حوالي 2 سنين. بهالسنتين هدول صار مجبر يدفع لهم فواتير الكهرباء وفواتير المي واجار بيتهم واجار شربهم ومصروف اخواته بسوريا ومصروف ما بعرف شو. زلمة تعب، يعني الزلمة تعب، ما عاد عنده استطاعة مثل وقت كان ببلغاريا مصاري معه وكل يوم عم يجيب مصاري وكل يوم عم يجيب غلة ليحسن يدفع هالدفع هذا كله. المهم مرته لكن المشكلة عم يجيني أنا تعليقات وعم يجيني على الخاص حكيك، يعني فيديوهاتك حلوة بس بدون هالألفاظ هي، بس يا أخي ما عم بعرف أنا، يعني بلا يعني ما عم بعرف ضل ساكت بدون ما يعني بس اتذكر المرة شو عم تعمل بجوزها، يعني شي بفج الراس، شي بيضرب الدماغ. مرته بالاتفاق مع وحدة لبنانية عايشة بألمانيا، طبعا بالتنسيق معها، لأنه هي المرة العربية اللي عايشة بألمانيا طبعا هي من مطلقات اللي محسوبين على مطلقات النساء العرب. فاتت فيها لهي البنت بالاتفاق مع أهلها إنه اسحبوها جيبوها على ألمانيا لهون. ألمانيا مو لهون، أنا طبعا مالي بألمانيا، اللي عم يسألني أنت ليش قاعد بألمانيا، أنا مالي بألمانيا، أنا بأوكرانيا. جيبوها على ألمانيا، جيبوها لهون، إلها هون حقوق أكثر، إلها هون بتعمل اللي بدها إياه، هي بتعمل بتساوي. المهم ضغطوا على الرجال حتى انتقلت هي وجوزها وأولادها 2 على ألمانيا. بألمانيا بلشت معمكة النساء العاهرات، بلشت مشكلة النساء السفلة، بلش مشوار النساء الساقطات بالاتفاق مع رفيقتها. فجأة هيك من قلب الدنيا قالت له أنا ما عاد بدي إياه. ليش؟ هيك أنت أكبر مني ب20 سنة. ببولونيا لما كان عنده 5 محلات ما كان أكبر منك ب20 سنة يا ساقطة. بفرنسا لما كان عم يدفع لأهلك أجار بيتهم وأجار كهربتهم وأجار مصروف أخواتك ومصروف أهلك بسوريا ما كان أكبر منك ب20 سنة يا بنت الكلب يا بنت الحرام. بألمانيا صار الزلمة أكبر منك ب20 سنة، ما عاد بدك إياه، ما عاد يلزمك. الزلمة بيحبها، الزلمة هي عندها مشكلة ديسك وعندها مشكلة كمان يمكن بركبتها، الزلمة عمل لها عمليات ودفع من جيبته ما يقارب 80,000 يورو لحتى يحكمها لهالمرأة الساقطة. المشكلة والله عنده الزلمة بنت منا، يعني أنا خجلان وأنا عم بحكي هيك عن هي المرأة، بس ما في مجال الواحد يسكت يا أخي، ما في مجال، لأنه يعني كثير اللي عم بيصير كثير.
طولي بالك يطولك يقصرك، تعالي نقعد نحكي شو القصه، ما عاد بدي اياك، بدك تطلقني؟ قال ما رح طلقك، قال لا انا ما رح طلقك. صارت تفتعل له مشاكل بالبيت، لانه النسوان نساء العاهرات عملت هيك، بتعمل مشكله بالمانيا، لانه بتعرف انه هي اذا اتصلت تليفون بتجيب الحكومه كلها، لانه الحكومه كلها بدها المراه تترك جوزها وتترك عائلتها وتروح لحالها، لانه لها مصلحه بهذا الشيء، لها مصلحه الحكومه الالمانيه انه تفرق العيله عن بعضها. نحن واللي عايشين بالمانيا بيعرفوا، وبرجع بعيد وبكرر، الفيديوهات تبعاتي للي خارج المانيا لازم يسمعوهم، واللي داخل المانيا مشان يتحسسوا على حالهم شوي. برجع انا بحكي لكم يا اخواتي، تشير الفيديوهات والدعم، وانا بتشكركم، وانا خلال 4 ايام 3 ايام فايت لعندي 10,000 زلمه، انا هذا الشيء شرف كثير الي، شرف كبير الي، وانا الدعم اللي عم تدعموني على التعليقات كله بدي احطه فوق راسي، ما تفكروا انه تعليق من التعليقات عم يروح هيك، والله عم تفرحوا قلبي، وعم تخلوني اصر اني استمر على قول الحق ببلاد السفاله والحقاره. ضلت هالمرة تعمل عملت مشكله معه، اتصلت بالشرطه، اجى الشرطه عنفني. هي كلمه عنفني ما عاد سمعناها غير بالمانيا، عنفني، لانه المراه العاهره، المراه الساقطه، المراه البنت الكلاب، البنت العرصات تعلمت كلمه عنفني، وصارت اقل كلمه تقول لهم للحكومه عنفني، عنفك يا بنت العرس، عنفك يا بنت الحرام، عنفك يا بنت الكلاب، عنفك، صلوا عم يصرف عليكي ببلغاريا 7 سنين ومعيشك ملكه، لما صرتي بالمانيا عنفك يا بنت الحرام. اجت الشرطات، طلع من البيت، قال لهم انا ما فيني اطلع من البيت، انا عقد البيت باسمي مو باسمها، انا مستاجر البيت، وانا هات العقد، اوكي عدي، لا تحكوا مع بعض، ما حدا بيحكي مع حدا. يعني خلت الشرطه تتدخل بغرفه نومهم. يعني انت معلش اذا فخلتي صاحبك على غرفه نومك بس، وانت ممنوع تحكي، ولك عرس، اوعى بتفتح تمك، انت ممنوع تحكي، هي مسموح تعمل كل شيء. انت كلب، انت صرماي، انت وكل زلمه رافع راسه وعامل حاله رجال بالمانيا حقه صباط وصرمايه، ولك مرتك هي شو بدها بتساوي، بتفوت صاحبها وبتفوت العرصه تبعها وبتفوت 100 معها، انت ما دخلك ولا حرف تحكي. الزلمه عم يطر الجو، يعني ما بده يطلقها، بيحبها لمرته، بيحبها. المهم رد احتد الكلام بينه وبينه بعد كم يوم، قال انا ما بطلقك. قالت له، قال له شو يعني انت شايفه غيري، بدك تروحي تصاحبي غيري، بدك تتجوزي غيري؟ قالت له والله لنام مع 10 غيرك، 10 بدي نام معهم مع بعض وقدامك واسترجي احكي. يا بنت الحرام، الله ينتقم منك ومن كل مرة بنت حرام، الله ينتقم من كل مرة بنت حرام، قولوا آمين يا رب. المهم هذا الزلمة راح جاب ابنه من هالمدرسة، سطح هو على هالكنباية، سطح ابنه على صدره شوي وغفل هو وابنه، وإذ بفيق من غفلته الشرطة فوق راسه، ومرته فوق راسه، ورفيقتها العاهرة الثانية اللي عم تعلمها فوق راسه. شوفي انت عم تضرب مرتك، وما ضربها ولا ضرب اولاده ولا عمل شيء، عم تضرب مرتك، عم تعنف، عم تعمل، ويلا اطلع لبرا. هلا بقى لازم تطلع لبرا، خراي عليك وعلى العقد اللي كاتبه، اذا العقد باسمك في تعنيف بالموضوع، اطلع لبرا. حملوه كبوه برات البيت، ممنوع يفوت على البيت لمده 10 ايام. طبعا دوما لما بدهم ياكلوا خرا، بدهم يفرقوا عيله، اول شغله بيبعتوا الرجال 10 ايام برات البيت مشان ينهوا وجوده من حياه المراه، مشان المراه تطلع على حالها هيك، تلاقي حالها عندها بيت، كانت كلبه صرمايه حق اخريه، كانت صار عندها بيت، عندها مصاري، وعم يجوا مثل الشياطين يفوتوا براسها الالمان مثل الشياطين. لازمك شيء، بدك مساعده، اذا ما معك مصاري احكي. هدول هي ضحكه الثعالب تبعهم، لازم الكل يفهمها. هي ضحكه الثعالب، ضحكه الثعالب اللي بس لحتى يمرقوا الخوذاء ويبعدوها عن جوزها، وبعدين بفوتوا بقى بالمعمكه تبعها. تعي لك بنت العرس، صار لك شهر قاعده بلا شغل، يلا انزلي على الشغل مشان تدفعي لنا ضرائب يا كلبه يا بنت الكلب. بس ما عم يفهموا هدول النساء العاهرات، ما عم تفهم. المهم يا اخواتي طلعوه 10 ايام، راح على الكامب ممنوع لانه هو عنده ادرس، راح على الجوب سنتر ممنوع لانه عنده ادرس، جاب اشترى فرشه نفخ، صار بعد عن بيته، مدب سيارته 10 ايام عم ينام بالسياره،
10 ايام عم ينام بالسياره. هون بقى بتجي الشرطه، بدك اياه يرجع؟ لا ما بدي اياه، خلص ما عاد يسترجي يقرب على البيت. اذا بيسترجي يقرب على البيت لعند مرته بصير مجرم. شو تقرب عند مرتك ولك عرس انت بالمانيا؟ مجرم، انت مجرم ارهابي بتصير اذا بتقرب على مرتك. خلص بحمايتنا مرتك، يلا روح انقلع دبر حالك. راح الزلمه دبر حاله، استاجر بيت، استاجر اوضه، استاجر بيت، ما بعرف شو. واذ بعد فتره من الزمن القصير بيتصل جاره بالبيت القديم فيه لهذا الزلمه، تعا فورا الشرطه بالبيت، بيت عند مرتك، لك شوفي تعا دغري فورا ابنك عندي والشرطه عندي والعالم عندي. راح الزلمه على بيته، شوفي صاحب المرة بالبيت ليش عم يتخرين على ابنه وعم يتأمر عليه بالبيت. قام قال له انت ما دخلك، انت مو ابي حتى تحكي معي. قامت امه ضربته لعنه ابوه اللي خلفه، شقت له كنسته، هرب البيت، هرب الولد لعند جاره، قال له اتصل لي ببابا، اتصل بالشرطه، ضربوني قتلوني. اتصل الزلمه بالشرطه واتصل بابوه. طلع هون حكم محكمه بالولد لياخذوا ابوه. طبعا والله يا اخواتي من وقت الزلمه عمره 55 سنه، من وقت ما عم يحكي لي القصه لوقت ما سكر وهو عم يبكي ويشهق، ان شاء الله دموعه يا بنت الحرام بيفتحوا بجسمك وجسم اهلك يا بنت الحرام. والله 55 سنه عم يبكي ويشهق طول الحديث اللي عم يحكي لي اياه. اخذ الولد، صار الولد عنده، حكم له القاضي فيه هلا 6 شهور يضل معه. هلا البنت من فتره اتصلت فيه، يا بابا تعا انا ما عاد بدي اعيش مع ماما، تعا خدني، تعا اعمل لي، تعا ساوي لي. هذا الزلمه رح ياخذ بنته كمان ويخليها معه. بالنهايه العبره بالنهايه يلي عم يخلي الالمان تتمادى، واللي عم يخلي الالمان تركبنا وتعاملنا الصرامي هو نحن، هو النساء العاهرات، هو الزلم يلي قاعدين مخنزرين عم يقبضوا مساعدات مثل الخنازير، عم يزتوا لهم العظم وزباله. هال 500 يورو روحوا كلوا فيها يا كلاب، يلا عدوا. مثل ما نحن بدنا بدكم تعيشوا، مثل ما نحن بدنا اولادكم. انتم ما في تعملوا شيء، انتم ذليلين، انتم كلاب. ان شاء الله بتطلع له بنته، ادعوا له يا اخواتي، انا مناصر كل مظلوم. ادعوا له يا اخواتي ترجع له بنته، وادعوا له الله يفرج عليه وعلى اولاده بمكان امن، لانه بالنهايه هدول الولدين رح ياخذوهم الالمان ويروحوا، والاخ ما رح يعرف اخته، والاب ما رح يحسن يتعرف على ابنه، والابن رح يعودوه يعيش بلا ابوه بلا امه. بالنهايه نحن بنكون خسرنا ولدين، خسرنا فلزة، خسرنا اغلى شيء على قلبنا هو اولادنا. ادعوا له هالزلمه هذا الله ييسر اموره. وان شاء الله هي القصه هي بتنشروا لي اياها للجماعه والناس اللي عم تفكر تطلع على اوروبا عموما وعلى المانيا تحديدا. لعنه الله عليك يا المانيا، ولعنه الله على كل واحد ابن حرام قاعد على الجوب سنتر عم يذل حاله ويذل هالشعب السوري معه. السلام عليكم ورحمه الله، وللحديث بقيه.